بتبدأ حكايتنا مع بطلنا كوتشي، واللي بيكون ماشي تعبان جدا وسط جثث كتير حواليه، ولما بيقف فجأة بيلاحظ ان المغول بيضربوا عليه اسهم كتيرة جدا. بس بنرجع بالزمن شوية عشان نعرف ايه اللي وصله لكده. لما بنرجع بالزمن بنلاقي كوتشي مع ناس تانية على السفينة ولابسين لبس مساجين ومترحلين لجزيرة تانية بعيدة جدا، والجو بيكون صواعق ورعد وسيول، فبيكونوا خايفين من الامواج وبيطلبوا من القائد يفك لهم ايديهم. وبنلاحظ ان القائد بيكون ممانع في الاول لكن بيفك ايديهم فعلا بعد كده. وفي اللحظة دي بتظهر نواياهم الحقيقية لما بيبداوا يقتلوا كل الموجودين، حتى انهم لسه بيضربوا واحد من المساجين لكن هو قزم فبيدافع عنه كوتشي بكل قوته وبيبدا يضرب فيهم بالسيف لدرجه انه بيقدر يقتلهم كلهم. فكوتشي بعدها بيطلب من الطاقم بتاع المركب يقودهم لاقرب جزيره موجوده في المحيط، وبيكون في واحد من المساجين بيتريق على كوتشي فبيقول له انت خلاص ما بقتش قائد، انت زيك زينا. فبيفتكر كوتشي اسمه وان هو كان قرصان قبل كده، حتى ان هو اللي قبض عليه بنفسه. وكوتشي بعدها بيفك القيود من اونيتا كيمارو عشان يبدا هو يوجههم ويتحرك بطريقه صحيحه في المحيط، لان هو اصلا كان قرصان. وفعلا تاني يوم بيطلع النهار وبيلاقوا نفسهم قدام الجزيره واللي بيكون اسمها تسوشيما، وبيكونوا كلهم فرحانين جدا عشان وصلوا اخيرا، كمان مبهورين من شكلها الجميل، حتى انهم بيتفاجئوا لما بيشوفوا قرش كبير جدا. وفجاه بتظهر بنت قصادهم على المركب وبتبدا انها ترحب بيهم في المكان، حتى انها بتعرفهم على نفسها وبيكون اسمها هوتيري، وبتقول انها بنت حاكم الجزيره دي، وبتقول لهم انها عازماهم على وجبه اكل عشان اكيد تعبانين من المشوار الطويل ده. وبنلاحظ من ملامح كوتشي ان هو مستغرب من تصرفاتها، كمان مش مرتاح لها. وفعلا بتكون في وليمه كبيره كمان بيبداوا كلهم ياكلوا منها. وبنلاحظ ان كوتشي على جنب بياكل لوحده، والقزم تشومينكو بيكون قاعد جنبه مش بياكل لانه بيكون قرفان، لكن كوتشي بينصحه ياكل اي حاجه يقدر ياكلها اليومين دول لان بكره ما يعرفش هيكون ايه مستنيه بالظبط. وفجاه بتدخل عليهم الاميره هوتيري وبتبدا انها تسالهم اذا كانوا محتاجين اكل تاني، لكن في الوقت ده بيقوم كوتشي من مكانه وبيبدا يقول لها انت عايزه مننا ايه بالظبط. فهي بتقول له انها مش عايزه منهم حاجه غير انهم يحاربوا معاهم عشان ينقذوا الجزيره. طبعا في الاول بيكونوا مستغربين الطلب ده، لكن بيتفاجئوا فعلا لما بيعرفوا انهم هيحاربوا المغول لانهم اقوياء جدا. وبيبدا واحد من المنفيين في محاولته انه يضربها، لكن فورا بيتم قتله من الحرس بتوعها، وبعد كده بيترموا كلهم في السجن. وبنلاحظ انهم بيتكلموا مع بعض ومستغربين من اللي بيحصل، حتى لما بيسالوا كوتشي بيقول لهم ان هو مش عارف هيعملوا ايه لكن بينام شويه لانه تعبان من اليوم الطويل. وبنشوف هوتيري داخله الاوضه بتاعتها لكنها بتكون تعبانه جدا لدرجه انها بتقع، لكن بتساعدها اوتاكي المساعده بتاعتها. وبتكون هوتيري اصلا متضايقه من فكره القتل، لكن اوتاكي بتقول لها ان ده طبيعي والايام اللي جايه لسه هيكون فيها دم اكتر من كده. لما بنرجع للمشهد مره تانية للمنفيين بيكونوا مش عارفين هم فين بالظبط، لكن القزم تشومينكو بيكون عارف الخريطه كويس فبيبدا يفهم مكانهم فين. ولما بنرجع مره تانية للاميره هوتيري بنلاحظ ان في هجوم حصل عليها وهي نايمه، ولما بيدخلوا المهاجمين عليها بيحاولوا يقتلوها لكن اوتاكي بتدافع عنها فبيقتلوها هي مكانها. وبتبدا الاجراس تضرب في كل مكان عشان الحراس يعرفوا ان في هجوم على الاميره، وفعلا الكل بيجري على صوت الجرس حتى الحراس اللي عند سجن المنفيين، وده بيديهم الفرصه يهربوا من السجن بمساعده القرصان اونيتا كيمارو. ولما بيطلعوا في منهم بيهرب ومش عايز يكمل، لكن كوتشي كان عنده فكره تانية وبدا يحرق في المكان اللي كانوا فيه. وفي نفس الوقت بنلاقي الحارس الشخصي بتاع الاميره بيدور عليها، وفعلا بيلاقيها بسبب الحريق اللي بيعمله كوتشي، والاعداء بيقدروا يقتلوا عدد كبير من الحراس، لكن بيكون اونيتا كيمارو وصل عندهم وضربهم بالحجاره فبتقع الاميره منهم. وبيدخل بعد كده كوتشي فبيقدر يقتل كل الموجودين، واخيرا بيهاجم الرئيس بتاعهم وبتكون الحرب قويه جدا، لكن بيهرب في النهايه ومش بيكسب حد فيهم. وبنلاحظ ان في 3 لابسين لبس تجار بيتفرجوا على الوضع كله من البدايه، والاميره هوتاري بتقف عند جثث الجنود بتوعها واللي بيكون معاهم اوتاكو المساعده بتاعتها. فبتكون الاميره حزينه جدا ونفسيتها ضعيفه، حتى انها بتكون محبطه تكمل وتدافع عن الارض والوطن بتاعها. وفجاه بيظهر كوتشي اللي بيقول لها لازم تكملي لحد اخر نفس، وبدا يشجعها بكلامه، وفي نفس الوقت كلامه بيكون قاسي جدا عليها فبتستجمع قوتها في النهايه وبتقول له انها هتحمي المكان ده بكل قوتها، وبتكون خلاص هتمشي من قدامه. فبتوصل بعدها الفارسه كانوا من العاصمه بتاعه الجزيره، بتقول للاميره انها لازم تتحرك فورا للعاصمه عشان في اخبار هناك ان المغول بداوا يتحركوا ناحيتهم. وبنعرف بعد كده ان جيش المغول ده شرير جدا وبيدمر اي مكان هو بيروح فيه، وبتكون الوجهه بتاعتهم الجايه هي جزيره تسوشيما. وكوتشي واصحابه بيكونوا في السجن مره تانية، لكن فجاه بيدخل عليهم واحد من الحراس بيقول ان الاميره هوتاري طلبته شخصيا عشان يروح معاها اجتماع في العاصمه واللي هيقولوا في الخطه ويقدروا يحاربوا الاعداء. وبنشوف الحاكم سو بيتكلم عن قصصه وبطولاته التاريخيه وازاي هو كان قوي جدا وقدر ينقذ الجزيره دي من اعداء كتير قبل كده، وكل ده بيكون مكتوب قدامهم. وكوتشي بيكون قاعد مستغرب من برود الاعصاب اللي عندهم وكلامهم عن الماضي اللي ملهوش اي لازمه، ومش عارف ده اجتماع حرب ولا حكايات عن قصص الماضي. والحاكم سو بيسال كوتشي عن رايه في البطولات بتاعته، لكن فجاه بيتكلم واحد اسمه اوجاري، وده بيكون هو قائد الحرس في الجزيره كلها، بيقول ان ما ينفعش واحد زي كوتشي يكون معاهم في الاجتماع ده. لكن بتظهر الاميره وبتقول لهم ان كوتشي ضيف مهم في الاجتماع ده وهي اللي دعته بنفسها، فبيسكت اوجاري والحاكم بيقول لها تقعد مكانها. فبيبدا الحاكم يتكلم عن الخطه وبيقول
وبيقول ان المغول مش هيهجموا عليهم في الاول. لكن طبعا كوتشي كان ليه راي تاني لما بيقوم من مكانه وبيبدا يقول للحاكم ان خبرته قليله جدا ومش بيعرف يحط خطط، لان المغول ممكن يهجموا عليهم في اي لحظه بسبب قوتهم وعددهم الكبير جدا ومش هيخافوا منه ابدا. فالحاكم بيتضايق جدا من كلام كوتشي وبيقول للحراس يرموه بره الاجتماع، وفعلا بيرموه بعدها وهو بيقع على الارض في نص الطريق، حتى ان في طفل بيتخبط فيه فبيوقع كل الفاكهه اللي معاه، والطفل بيكون زعلان جدا وبيقول ان هو بيجمع فيها من بدايه اليوم. فبيسالوا كوتشي عن شكل الجزيره وبيبدا يرسم كوتشي شكل للجزيره، والناس بتساعد معاه في المعلومات لحد لما اخيرا بيقدر يرسمها. وفجاه بيظهر قدامه الثلاثه اللي لابسين لبس تجار، ولما بيكشفوا عن نفسهم بنعرف انهم محاربين لكن متنكرين في لبس التجار. كمان واحد فيهم يعرف كوتشي كويس جدا وبيبداوا يتكلموا مع بعض، فبنعرف ان الراجل ده قائد كبير في دوله شاميرون وكان خدم قبل كده في دوله كامارا مع كوتشي، وكوتشي بيعرفه كويس. هو بيكون اسمه شوني، ولما بيسالوا ايه اللي جابه هنا فبيقول له شوني انه جه هنا عشان يتفقد احوالهم، ولما عرف بموضوع المغول قرر انه لازم يفضل هنا معاهم ويساعدهم بكل حاجه هم عايزينها. لكنه ادرك في النهايه انهم محتاجين امداد عسكري عشان ما يخسروش في المعركه، لكن ما ينفعش يمشي ويسيبهم الا لما لقى كوتشي. فبيقول لكوتشي يتولى هو الامور هنا ويدافع عن الجزيره دي ويخليها متماسكه لمده 7 ايام بس لحد لما يجيب هو جيش قوي من شاميرون ويجي بيل هنا. كمان بيدي الكوتشي سيف قوي عشان يدافع بيه عن نفسه. فبيوافق كوتشي اخيرا بعد اقناع من شوني، لكن فجاه بتوصل الاميره هوتيري واللي بتكون فاكره كوتشي هيهرب على السفينه مع شوني، لكن بعد كده بتنزل السيف بتاعها لما بتعرف انهم كانوا بيتكلموا مع بعض مش اكتر ولا اقل، حتى ان شوني بيمشي وبيسيبهم لوحدهم. فبتبدا انها تتكلم مع كوتشي، فبتقول له انها محتاجاه معاها عشان يدافع عن البلاد، وكوتشي بيتحرج منها جدا لان هي قربت عليه، فبيوافق على طلبها بسرعه. وبنعرف ان دي كانت خطه منها عشان تخليه يوافق. وبنشوف بعد كده الحارس داخل على الحاكم سو بيبلغوا ان المغول على الابواب، فبيقرر الحاكم فورا انهم يخلوا الجزيره ويبداوا في التجهيز عشان الحرب، وبيمشي الناس في طريقهم عشان يخلوا الجزيره، كمان معاهم المنفيين. وفجاه بيوصل الحاكم سو عشان يعدي من وسطهم فبيوسعوا له الطريق، وبنلاحظ ان الاميره جايه بتجري عشان تشارك في الحرب، لكن طبعا بيرفضوا انها تشارك وبيخلوها ترجع مره ثانيه. وكوتشي في الوقت ده بيمشي من طريق لوحده، فبيوصل مكان بيقدر يشوف فيه جيوش المغول، وتحتيه بيكون وصل جيش الحاكم ومعاه ابنه، واوجاري وباقي الجنود بيبداوا يتجهزوا عشان الهجوم. لكن كوتشي بيحاول يساعدهم وبينصحهم، لكن الحاكم بيرفض انه يساعد معاهم وبيعرض عليه درع كهديه مقابل انه يرجع ويدافع عن هوتيري. وفعلا بيبداوا في الهجوم بتاعهم على المغول، لكن المغول بيضربوا سهامهم القويه عليهم، وكل ده بيكون كوتشي واقف بيحلل الموقف. واخيرا بدا الاشتباك بينهم، وبنلاحظ ان الحاكم وجنوده متفوقين جدا عليهم، ولما بيهربوا بيجري الحاكم بالجنود وراهم، لكن ده بيكون فخ منهم، حتى ان القنابل بتضرب عليهم بطريقه كبيره جدا لدرجه ان الحاكم مش بيكون سامع اي حاجه نهائي، وبيحاولوا يهربوا لكن الجنود بيتجمعوا عليهم وبيقتلوا الحاكم وابنه مع بعض. وكل ده بيكون كوتشي واقف وشايف وغضبان جدا من اللي بيحصل، وكل الجنود بيحاولوا يهربوا من المغول عشان يقدروا ينظموا صفوفهم ويرجعوا مره تانية. حتى بنشوف القائد اوجاري بيقول لهم يجروا بسرعه، كمان بيكون واضح جدا على ملامحه الزعل عشان الحاكم بتاعهم وابنه ماتوا. وفجاه بيلاقي قدامهم واحد واقف لابس درع، حتى ان اوجاري بيستغرب وبيقول مين اللي قدر يمسك الحصان ويخليه يهدى كمان لابس الدرع الثمين ده. وبنعرف بعدها ان الشخص ده بيكون كوتشي، وده الدرع اللي الحاكم سود اداهوله هديه. وبنشوف كوتشي وهو واثق في نفسه، لكن اوجاري بيستهزأ بيه وكمان الجنود اللي معاه لحد ما بيوصل الجنود المغول عندهم، وبيكون جنود اوجاري خايفين جدا، لكن كوتشي بيقدر يضربهم كلهم بسهوله باستخدام السهم بتاعه، حتى ان كل اللي واقفين بيتفاجئوا من قوته. وبيركب كوتشي حصانه وبيقول لهم ان ده هو وقت الهجوم المناسب عشان يقدروا يكسبوا، لكن اوجاري بيستهزأ بيه وبيقول له انه هيخسر لو هجم عليهم، لكن كوتشي بيكون عنده ثقه كبيره انه هينتصر، وبيبدا يقول لهم كلام محفز جدا. بس واضح ان اوجاري والمساعد بتاعه رافضين فكره الحرب تاني دلوقتي نهائي. وبيوصل بعد كده اصدقاء كوتشي المنفيين التانيين واللي بيقولوا انهم هيساعدوه في الحرب، وكوتشي بيقول للجنود ان هو خلاص مش فارق معاه مين اللي يجي لانه كده كده هيحارب. وبيقول لهم في النهايه لو مش عايزين يتبعوه كشخص يتبعوا الدرع اللي هو لابسه بتاع مؤسس الجزيره دي. وبينطلق كوتشي في طريقه بسرعه كبيره، وفعلا في عدد من جنود اوجاري بيروحوا معاه، وبيبدا يضرب بالسهام بسرعه كبيره جدا في المغول وبيقتل عدد كبير جدا منهم، وكمان باقي اصدقائه بيتحمسوا من قوته وبيبداوا يساعدوه بكل قوتهم. حتى بنلاحظ جنود اوجاري اللي انضموا ليهم وبيحاربوا بكل قوتهم لحد لما العدو قرر ينسحب، لكن كان في دماغه يسحبهم لفخ. لكن المساعد بتاع كوتشي بيقول له ان الهجوم بالعدد القليل بتاعهم، كمان انهم هيروحوا المقر ده وهيكون حاجه مستحيله انهم يكسبوا، لكن كوتشي بيكون الغضب غطى عليه وخلاص اخذ قرار الهجوم فعلا، وبيبدا في الهجوم وفي كتير من الجنود وراه. لكن بنلاحظ ان اوجاري عايز يوقف جنوده لكن مش بيعرف، وبنلاحظ ان اوجاري عنده يأس كبير جدا لان الحاكم بتاعهم وابنه ماتوا قدام عينيه من غير ما يعمل اي حاجه ليهم. وشويه وبتوصل الاميره هوتيري واللي بتكون حزينه جدا على الناس اللي ماتوا، ولما بتعرف خبر وفاه ابوها واخوها مش بتزعل نهائي، بل بالعكس بتتحفز. كمان بتزعق لاوجاري لما بيقول لها ترجع للعاصمه، وبتبدا انها تقول لهم لازم يحافظوا على الجزيره بتاعتهم، كمان بتقول انها هي اللي هتحكم مكان ابوها. وفجاه بيوصل خبر عن طريق جندي من بتوع
بتوعهم بيقول ان كوتشي والبقيه وقعوا في فخ العدو، وبنلاحظ الحزن على وجه الاميره وكمان اوجاري بيقولوا انهم خلاص كده هيموتوا. ولما بنشوف كوتشي بنلاقيه وسط صفوف العدو بيقتل فيهم باعداد كبيره جدا من غير ما يهتم لعددهم نهائي. كمان بنلاحظ على وشه السعاده لان هو بيحارب، وواضح ان الحرب قويه جدا. لكن كوتشي بيدخل في وسط المغول حتى ان اصحابه الموجودين كلهم مستعجبين من قوته الكبيره. وبنرجع بعد كده بالمشهد للاميره هوتاري، وبتكون واقفه مع اوجاري، واللي بيجي لهم بعدها خبر ان كوتشي واللي معاه نجوا من الفخ، وفعلا بيلاقوهم قدامهم ومستغربين لدرجه انهم بيقولوا ان اللي حصل ده كله كذب. لكن كوتشي بيثبت لهم لما بيطلع راس القائد بتاعهم، وابنه بيقول لهم ان دول كنز لينا يرفع من معنوياتنا. وفعلا بنلاحظ الحزن الشديد عليهم، وكمان بنشوف عياط الاميره هوتاري وباقي القاده الموجودين. لكن في نفس الوقت في غضب، وبنلاحظ كوتشي مع باقي جنوده في مستودع مع الاهالي عشان يحموهم، وبيبداوا يتكلموا عن الحرب والاحداث اللي حصلت. لكن فجاه بتدخل عليهم الاميره هوتاري، واللي بيستقبلوها استقبال كويس جدا، وبعد كده بتقعد معاهم وبتبدا تشكرهم على كل اللي حصل. وكوتشي بيقول ان هو لازم ينام شويه عشان محتاج طاقه للفخ اللي هينصبوه للمغول بالليل. فبنلاحظ ان الاميره بتحاول تمنعه، لكن كوتشي اخد قراره خلاص ومرتب كل حاجه، حتى ان في واحد بيراقب كل تحركاتهم. لكن كوتشي بيكون محتاج واحد من اهل المنطقه اللي هم فيها دلوقتي عشان يدلوا على المكان كويس، لان الدنيا هتكون ضلمه. وفعلا في 3 بيتطوعوا عشان يساعدوهم وبيكونوا دليل ليهم في الفخ ده. بعد كده بينام كوتشي نوم عميق جدا لدرجه ان الاميره هوتاري بتكون مستغربه هو ازاي قادر ينام بالعمق ده في وقت زي ده. وبيصحى اخيرا وبيبدا يتكلم مع الجنود بتوع اوجاري، وبيتعرف عليهم واحد واحد. كمان بيسال المراقب عن الاوضاع، وبيقول ان الوضع كويس جدا للهجوم دلوقتي لانه بنص قوتهم بس حاليا. وكمان بنلاحظ ان المراقب قدر ياخد كنز ليه من بتوع المغول ومبسوط جدا بيه. وبيتجه بعد كده كوتشي مع الاميره وباقي الجنود في طريقهم عشان يعملوا الفخ عشان يقلق المغول ويأخرهم شويه عن مسيرتهم. وفعلا بيوصلوا اخيرا للمكان اللي فيه المغول عشان يعملوا الفخ بتاعهم، والمرشد بتاعهم معاهم وبيبدا يقول لهم ازاي هيتحركوا ويعملوا الحريق بتاعهم في مخيمات المغول. لكن المرشدين بتوعهم طلعوا خاينين لان في 2 منهم بداوا يجروا على المغول عشان يقولوا لهم ان في هجوم عليهم، والتالت كان بيحاول يقتل كوتشي لكن الاميره بتنقذه في اخر لحظه وبتتضرب هي مكانه. ولسه بيحاول المرشد انه يقتل كوتشي لكن بيكون خلاص كوتشي اخد باله من اللي بيحصل، فبيقدر يضربه فورا بكل سرعته. وفعلا بيقدر يقتله، وهو بيموت بيقول ان عنده ابنه ومراته محجوزين عند المغول عشان كده كان بيحاول يرجعهم بالطريقه دي. بنشوف بعدها ان المغول عرفوا مكان كوتشي والجنود اللي معاه من المرشدين واللي راحوا بلغوا عنهم، وفعلا بيبداوا يضربوا سهام النار في الغابه كلها لحد لما بتتحرق. وكوتشي بيقول لهم ياخدوا الاميره بسرعه للعاصمه عشان تتعالج. وبنلاحظ بعدها ان كوتشي وشويه من الجنود اللي معاه واقفين يشوفوا الوضع، وبيكون المساعد بتاعه عايزه يتراجع عن الهجوم ده لانه شايف الوضع هيكون صعب. فكوتشي بيقول له ان هو مستحيل يتراجع بعد منظر الموتى دول. وفعلا بيتحمس كوتشي جدا وبيبدا الهجوم وبيهجم بكل قوته. حتى المغول بيكونوا مستغربين هو طلع منين فجاه كده، وبيحاولوا انهم يهربوا ورا الدروع بتاعتهم. وفعلا بيقدروا يضربوا بالاسهم بتاعتهم وبيقتلوا 2 3 منهم. لكن في سهم من الاسهم بيضايق القرصان نيتوكاري، فبيتضايق جدا وبيبدا يهجم عليهم بكل قوته وبيفتح طريق ناحيه الخيم بتاعتهم. وبيدخل الجنود فعلا، ووقتها بس بيقدروا ينفذوا الخطه بتاعتهم وبيحرقوا في المخيمات بتاعه المغول. ودي كانت الخطه من البدايه. وبنلاحظ ان في جندي مغولي بيجري عند القائد بتاعهم واللي اسمه كوي، بيقول له ان في غاره عليهم من المحاربين بتوع الجزيره. وبنلاحظ ان كوي اتضايق من الجندي جدا وضربه لانه مش عارف عدد المحاربين دول قد ايه بالظبط. وبنشوف القائد هوكاي وهو بيستخدم مهارته في السمع وبيحاول يعرف عددهم قد ايه بالظبط. وفجاه بيدخل عليه واحد من القاده الكبار بتوع المغول واللي هو مساعد المشير واللي اسمه ريو فوكو. والقائد هوكاي بيقف قدامه بكل احترام. بعد كده بيساله عن سبب وجوده هنا في الجزيره، فبيقول له ريو ان هو هنا عشان يشوف القائد بتاع الجزيره واللي قدر يهزم الجيش بتاعهم ويقتل القائد في الهجوم بالنهار. كوتشي بيبدا انه يجمع المحاربين بتوعه عشان يمشوا خلاص لانهم كده نفذوا المهمه بتاعتهم وقدروا يخوفوا العدو منهم. لكن فجاه بنسمع صوت عالي جدا، ولما بيبصوا ناحيه الصوت بيلاقوا ان ده صوت الاسرى بتوعهم اللي اخدوهم المغول. والمحاربين بيقولوا لكوتشي انهم عايزين يروحوا ينقذوا الاسرى، لكن كوتشي بيتكلم بالعقل وبيقولوا انهم لو راحوا هيتحاصروا ويموتوا فورا عشان كده ما ينفعش يروحوا. فبنلاحظ ان المحاربين متضايقين من القرار بتاع كوتشي لكن بيسمعوا الكلام في النهايه. وفجاه بنشوف رايات جديده على ارض المعركه بتكون بتاعه قبيله توباري، حتى ان كوتشي واللي معاه بيستغربوا مين دول، لكن بيبداوا يضربوا مع كوتشي ضد المغول. وفي الوقت ده كوتشي بيتشجع وبيقول انهم هينقذوا الاسرى اخيرا، وفعلا بيهجموا على المغول وبينقذوا الاسرى الموجودين. وكوتشي بيتكلم مع قائد محاربين توباري واللي اسمه ناجيمي وبيشكره على محاربتهم معاه، لكن ناجيمي بيقول له ان دي اوامر من قياده عاليه جدا في المنطقه بس مش بيقول له من مين. وبعدها كل واحد فيهم بيمشي في طريقه. وبنشوف نائب المشير ريو وهو بيهجم على مستودع موجود فيه الجنود بتوع كوتشي، وفعلا بيقدر يقتل منهم لكن بيقابل القرصان نيتوكاري وبتقوم بينهم حرب قويه جدا. وفي النهايه ريو كان هيقتل نيتوكاري لكن كوتشي بيظهر في اخر لحظه وبينقذه. وريو بيتضايق جدا من كوتشي لكنه لسه مش بيكون عارف ان هو قائد جيش الجزيره. وريو بعدها بيقدر انه يجرح كوتشي. في الوقت ده كوتشي بيتعصب جدا وبيجرحه هو كمان، فبيعرف ريو ان كوتشي
كوتشي بيكون هو قائد الجيش، لكن كوتشي بيهرب فورا مع الموجودين، ولما بيحاول ريو يروح وراه بيلاقي ان في مبعوث من المشير بتاع الجيش ذات نفسه بيستدعيه. وبنروح بعد كده بالمشهد للمشير هندون واللي بيكون في اجتماع مع كل الجنود بتوعه، وكمان بنشوف الشخص غريب الاطوار اللي حاول يسرق الاميره هوتاري قبل كده، فبنعرف دلوقتي ان هو تحت حكم هندون. وبيكون في واحد بيطبل كده وبيقعد فجاه على الارض وبيتكلم مع المشير هندون، فبيقول له ان التحرك بتاعهم لازم يكون بعد 7 ايام من المكان ده. فبيقول المشير هندون انهم لحد ما يمشوا من الجزيره هيستمتعوا بكل حاجه فيها. وبنروح بعد كده بالمشهد لكوتشي وباقي الناس اللي معاه، وبنلاحظ عليهم التعب بسبب المشوار الكبير، وكوتشي بيحاول يحفزهم وبيرتاحوا في مكان بيكون فيه ميه عشان يشربوا ويرتاحوا شويه، بعدها يكملوا طريقهم للعاصمه بتاعتهم. والاميره هوتاري بنشوفها بصحه كويسه جدا، وكانت سبقتهم اصلا ووصلت المكان ده قبلهم مع الجنود اللي كانوا معاها، وبتبدا انها ترحب بيهم وبتقول لهم ان في اكل ليهم معمول من امبارح، وفعلا بيقعدوا كلهم ياكلوا وبيكونوا فرحانين جدا لانها بخير. وكوتشي بيشوف شجره كده فبيروح عندها، بعدها بيتكلم مع الاميره عشان يسالها عن صحتها، وفجاه بيحط على الجرح بتاعها مرهم من اللي كانت القبيله بتاعته بتستخدمه في علاج الجروح، وكمان بيبدا كوتشي يلف على كل الموجودين يواسيهم، فبتكون الاميره سعيده بشخصيته جدا. وبيعرف كوتشي ان الولد اللي بيتضرب ده بيكون ابن الخاين، فبيروح عنده وبيبدا يتكلم معاه عشان يشجعه ويخليه اقوى من الاول، كمان بيديله السيف بتاع ابوه. وبنلاحظ على الولد علامات الشجاعه والقوه مره تانية. والاميره هوتاري بتقول لهم يلا عشان نكمل طريقنا ونرجع للعاصمه، وبيكونوا خلاص على بعد خطوات من العاصمه، لكن فجاه بيبدا كوتشي يجري بسرعه، فبتجري الاميره وراه عشان تشوف في ايه بالظبط، فبيتفاجئوا كلهم في الوقت ده ان العاصمه كلها اتحرقت بسبب المغول. وطبعا المشهد بيكون فظيع لدرجه ان الاميره بتنهار فبتقع على الارض، وكمان كوتشي بيفتكر كل الذكريات اللي بتألمه جدا لدرجه انه بيكون متعصب من المغول، حتى اننا بنشوف مساعد كوتشي اللي اسمه ساشي وبيكون متضايق كمان وبيعيط، فبنعرف ان هو شاف المشهد ده في المدينه بتاعته قبل كده عشان كده هو متاثر باللي شايفه. فبيجي واحد من الجنود بخبر للاميره بيقول لها ان الناجين من العاصمه قاعدين في الغابه اهم، وفعلا بنلاقي فيهم مساعد الحاكم اوجاري، لكن واضح عليهم الاحباط لانه يعتبر خسر كل حاجه. وكوتشي بيطمن عليهم وبيسال عن باقي اهل العاصمه، فبيعرف ان في منهم اللي مات وفي منهم اللي هرب، وبيشرح واحد من الجنود ازاي ده حصل، فبيقول ان المغول نزلوا على الشاطئ وبعد كده بداوا يحرقوا في كل حاجه تقابلهم. والقرصان نيتوكاري بيكون متضايق من الوضع لان المغول طولوا جدا في الجزيره دي، حتى انه بيقول هيمشوا امتى، فبترد عليه الاميره هوتاري بتقول له انهم ممكن يفضلوا قاعدين مش اقل من اسبوع لحد لما يموتوا كل اللي موجودين هنا. وبنلاحظ ان اوجاري عنده يأس كبير جدا وبيقول ان مفيش اي فايده من المقاومه لان كده كده في الاخر كلنا هنموت، لكن كوتشي بيتضايق من كلام اوجاري فبيضربه ضربه قويه وبيقول له ما يقعدش يعيط زي الاطفال كده لان هو المفروض قائد كبير. وبنلاحظ ان اوجاري اتضايق من طريقه كلام كوتشي، لكن فجاه بيجي لهم القائد بالاخبار فبيقول لهم ان في 5 مغول جايين على هنا، وفعلا بيستخبوا كلهم اول لما بيشوفوهم، لكن واضح ان المغول حاسين باصوات وعارفين ان في ناس موجودين هنا، فبداوا يرجعوا بالاحصنه بتاعتهم عشان يروحوا المعسكر. وفي الوقت ده بتكون الاميره هوتاري متضايقه جدا بسبب اللي حصل معاها، وبدات تفتكر في ذكريات ابوها واخوها اللي اتقتلوا، فبتتشجع وبتمسك القوس بكل قوتها، وكمان بتبدا انها تضرب فيهم واحد ورا التاني، لكن الجرح القديم بتاعها بيتفتح مره تانية وفي واحد من المغول هيهرب، لكن كوتشي بيدي اوامر للصياد جيري يقتله فورا، وفعلا بيقدر يقتله لكن الحصان قدر يهرب. وفي الوقت ده بنلاقي الاميره بتعتذر منهم لانها اتعصبت مره واحده، لكنها بتقول ان ده كان خارج ارادتها، والكل بيكون واقف مش عارفين يعملوا ايه دلوقتي لان الحصان اللي راح للمعسكر ده هيفهموا منه ان في مشكله حصلت للجنود بتاعتهم وهيجوا عشان يهجموا عليهم. فالقاده الموجودين بيقترحوا انهم يروحوا مكان بعيد في الشمال هيكون فيه مؤن واكل كتير، كمان في هناك بحيرات يقدروا يشربوا ميه منها. لكن الولد اللي اسمه كان بتاع الاستكشافات كان ليه راي تاني لما بيقول لهم انهم مش هيلحقوا عشان خلاص المغول مقربين عليهم جدا، لكن كوتشي واللي معاه كان ليهم راي تاني لانهم بداوا فعلا يتحركوا بسرعه عشان يقدروا يوصلوا في اسرع وقت ممكن، لكنهم في الطريق بيلاحظوا ان خلاص مفيش وقت والمغول قربوا يوصلوا، فبيقترح واحد منهم انهم لازم يعطلوا المغول عشان الاهالي تقدر تهرب بسرعه لاطول فتره ممكنه. وفعلا اوجاري كمان بيقول كده، لكن القرصان نيتوكاري كان متضايق جدا لان اوجاري هو اللي بيصدر الاوامر، فبيضرب بالعصايه بتاعته على الارض من الغضب، فبيقع القزم اللي كان معاهم من على الشجره ومعاه كنوز كتيره جدا، وطبعا نيتوكاري مش هيسيبه يهرب. وبنلاقي كوتشي مع اوجاري بيتكلموا عن الفخ اللي هينصبوه، فبنلاحظ ان اوجاري مش متفائل لكن هو بيعمل كده عشان يدي فرصه للناس تهرب، وفعلا بيخططوا في النهايه الكمين كويس جدا، وبيبدا يتحرك كوتشي ومعاه اوجاري بالسهم وباقي الجنود مستخبيين بالسهم والرمح، وفعلا بيبدا تنفيذ الفخ والحرب بتكون قويه جدا، لكن بيقدروا يقتلوا منهم عدد كبير جدا في البدايه لكنهم عارفين ان لسه في ناس تانيين جايين. وكوتشي بيلاحظ ان اوجاري مش بيحارب بضمير فبيقول له لو انت عايز تمشي امشي لان انت ما عندكش هدف تحارب علشانه اصلا. وفي الاول اوجاري كان فعلا هيبدا يتحرك عشان يمشي لكن بيرجع في كلامه مره تانية وبيسال كوتشي انت ليه بتحارب اصلا وانت مجرد منفي يعني حتى مش من اهل البلد. فبيفتكر كوتشي قصه حياته مع المعلم بتاعه اللي مات وهو بيقول له لازم تخلي عندك عزيمه وتعمل اي حاجه انت شايفها كويس. وفي الوقت ده اوجاري بيتاثر جدا لكن كان وصل دفعه تانية من
المغول بس معاهم متفجرات، فبيفتكرها اوجاري لانها نفس اللي اتحدفت عليهم قبل كده، فبيقدروا يتخطوا الخطر بتاعها وبيحاصروا المغول في الحفره تحت وبيبداوا يقتلوا فيهم واحد ورا التاني بالسهام. وكمان بنشوف اوجاري وهو عنده عزيمه كبيره جدا للقتال وواقف في ظهر كوتشي عشان يحميه، وواضح كده ان كلام كوتشي اثر فيه. وبنشوف بعد كده القائد الجديد لجنود المغول في المنطقه دي واللي اسمه اوريان، ومع اعداد كبيره جدا بتبدا انها تهجم على كوتشي واللي معاه، لكن كوتشي واللي معاه واقفين كويس جدا مع بعض مش بيخلوا اي حد يقدر يعدي الناحيه التانيه. وعلى الجانب الاخر بتكون الاميره مع الصياد جيري واللي بيحاولوا ينفذوا المهمه بتاعتهم هم كمان في قتل القائد زي ما اتفقوا مع كوتشي، لكن الاميره بتكون قلقانه لما بتسمع صوت الانفجارات لان بسببها مات ابوها واخوها. وفي اللحظه دي بيكون كوتشي واوجاري عاملين حصن من الدفاع قوي جدا، ومساعد القائد المغولي واللي اسمه كروان بيقول له ان في حصن قوي قدامهم، فالقائد بيقول لهم يستخدموا البندقيه، وعلى الفور بيروح الشيخ عشان ينفذ كلام القائد. في الوقت ده بيكون الصياد جيري مع الاميره هوتيري شايفين القائد المغولي من الخلف وخلاص على وشك انهم يضربوا عليه، وفعلا بيضربوا، لكن في الوقت المناسب بتقدر الجنود انها تحمي القائد بتاعهم بسرعه جدا وبيفشلوا في الهجوم ده وبيبداوا يجروا بعد كده. فلما القائد بيشوف الاميره بيطلب من الجنود بتوعهم انهم يجيبوها له سليمه، وبنلاقي المحاربين بتوع كوتشي واوجاري خلاص عملوا اللي عليهم والمغول ما بقوش موجودين، لكن بيعدوا من ناحيه تانيه ولسه هينسحبوا عشان يقابلوهم من مكان تاني، لكن في دفعه تانيه من المغول بتيجي معاهم بندقيه ولسه بيحاول اوجاري انه يضرب عليهم، لكن البندقيه بتضرب فيه بكل قوتها. وكوتشي بيتجنن لما بيشوف الدم طالع من اوجاري وبيبدا يقتل في جنود المغول، وبيرجع لاوجاري اللي بيكون مات خلاص، لكن بيقول له ان الموت بتاعه مش هيروح على الفاضي. بس اوجاري قبل ما يموت بيقول له انه عارف ان مفيش فايده من اللي بيعملوه ده كله. والاميره هوتيري بتوصل عندهم لكنها بتقول ان هي ما عرفتش تقتل القائد بتاع المغول، وكوتشي بيقول لها ان المغول قتلوا اوجاري، فبتبدا انها تعيط، لكنها بعد كده بتقول انها هتدفنه بنفسها. وبيجي الولد بتاع الاستكشافات فبيقول لكوتشي ان في جنود من المغول جايين من جهه الشرق، والجنود اللي كل شويه بيجوا بيضربوهم من جهه الغرب، فبيقول القائد اللي جنب كوتشي انهم كده تم حصارهم، لكن كوتشي بيقول ان دي فرصه كويسه ليهم عشان يكسبوا وقت. فبيبدا كوتشي يشرح خطته وان هو عاوزهم يتصادموا مع بعض وتحصل بينهم حرب، وهم في الوقت ده يقدروا يهربوا ناحيه الشمال. وفعلا هو ده اللي بيحصل بالظبط زي لما كوتشي قال، لما القرصان نيتوكاري بيحط الكنز اللي اخده من القزم كطعم وبيجي المغول عشان ياخدوه، فهو بيضرب فيهم شويه وبعد كده بيهرب. ولما بتيجي جنود المغول من الناحيه التانيه بنشوفهم وهم بيضربوا في بعض عشان مين اللي هياخد الكنز. وبنروح بالمشهد للقائد اوريان واللي واقف قدام الجنود بتوعه واللي ماتوا من المغول، وبيكون متاثر جدا بموتهم وبيقول ان هو قائد فاشل. في نفس الوقت ده بيوصل له خبر من الجندي بتاعه واللي بيقول له ان في عشيره من المغول بيتقاتلوا مع العشيره بتاعتهم، فهو بيقول له بعدها يقتلوهم بس محدش ياخد الكنز منهم. كوتشي واللي معاه بيهربوا بكل سرعتهم عشان يبعدوا قدر المستطاع ناحيه الشمال، لكن الليل بيحل خلاص وهم بيكونوا تعبوا فبيرتاحوا شويه في الطريق. وبنلاقي الاميره بتدفن اوجاري، اما كوتشي فهو نايم بيرتاح شويه، حتى ان الاميره مستغربه ان هو بينام بارتياح كده في الحرب دي، وبنلاحظ ان هو بيحلم بكل الاحداث اللي حصلت معاه على الجزيره. واول لما بيفتح عينيه مره واحده بيلاقي قدامه هوتيري، فبيسالها ايه سبب وجودها هنا، فبتقول له انها كانت بتطمن عليه اذا كان لسه عايش ولا لا. وبعد كده بتمشي هوتيري واللي بتروح عند النهر وبتبدا انها تغسل وشها، وفجاه بتشوف قدامها حشرات مضيئه وبتكون كتيره جدا وهي متفاجئه بشكلهم الحلو. وبعد كده بتشوف راجل عجوز وبتساله هو عايز ايه، فبيقول لها فين كوتشي، فكوتشي بيظهر فجاه من وراها وبيقول له انت عايز ايه بالظبط، فبيبدا يقول له ان الامبراطور شخصيا عايزه عشان يتكلم معاه. وبنلاحظ ان هوتيري مستغربه شويه، وبعد كده بيبدا العجوز يجري وكوتشي بيجري وراه عشان يوصل للامبراطور، لكن كوتشي بيكون مستغرب هو ازاي العجوز بيجري بالسرعه الكبيره دي، وبيفضل كوتشي يجري وراه لحد لما بيوصلوا على قمه جبل عاليه جدا، فبيلاقي العجوز اخيرا ومعاه 2 كمان من القاده، وفجاه كلهم بينحنوا احتراما للامبراطور، وبيكون الامبراطور واقف ورا كوتشي واللي بيقول ان اسمه هوتاكوري. وبنرجع بعد كده بالاحداث عشان نعرف ماضي الامبراطور هوتاكوري لما كان لسه شاب والمغول برضه هجموا عليه في العاصمه بتاعته، واضح كده انهم كانوا هيهزموه، لكن فجاه بيظهر محارب شجاع اسمه مونتو بيقول له يهرب معاه لانه اذا نجا من الحرب هيكون قدامه فرصه يكسب. وفي الوقت ده الامبراطور بيدي مونتو سيف كويس عشان يقدر يستخدمه. وبنرجع بعد كده للواقع والامبراطور بيتكلم مع كوتشي بيقول له ان السيف اللي على وسطه ده زي السيف بتاع مونتو، وكوتشي بيتفاجئ لما بيسمع الاسم ده لان ده اصلا اسطوره حربيه كبيره جدا. فبتظهر بعد كده الاميره هوتيري بعد مشوار طويل وبتحيي الامبراطور وبتقول له يا جدي، فبنعرف دلوقتي انها في الاصل تكون حفيده الامبراطور ده. فبيبدا الامبراطور يطمنها وبيقول لها ما تقلقش على الشعب بتاعها لان هيتم حمايتهم. وبعد كده بيديها رساله بيقول لها ان الرساله دي لما تديها لقبيله توبيرا هيقابلوكم وتقدروا تنجوا بحياتكم وقتها من المغول. بعد كده بترجع هي وكوتشي في طريقهم وبتقول له قصه حياتها مع الامبراطور، وبعد كده بيوصلوا اخيرا عند العشيره بتاعتهم، فبتبدا الاميره هوتيري تتكلم معاهم وانهم هيروحوا عند قبيله توباري، لكن الاهالي بيقولوا ان قبيله توباري مش بيحبوا يستقبلوا حد او يسمعوا كلامهم، لكنها بتقول لهم ان في رساله من الامبراطور شخصيا هتوضح الامور. وفعلا بيبداوا في رحلتهم باتجاه الشمال عند قبيله توباري عشان يقدروا ينجوا من المغول، وبيوصلوا اخيرا حتى ان المنظر قدامهم بتاع البحيره بيكون
شكله جميل جدا، حتى ان الولد المستكشف اموشي بيكون مبسوط جدا بالمنظر. لكن بتظهر بنت صغيره كده مع القط بتاعها، فبتقول لاموشي انت بتعمل ايه هنا؟ فهو بيتضايق منها لكن بيخاف من القط بتاعها في نفس الوقت. فبتسالها الاميره اذا كانت من المنطقه، لكن قبل ما تتكلم بيظهر قارب في البحيره عليه بنات بيهربوا من جنود المغول اللي وراهم. فالاميره بعدها بتطلب من كل الشعب اللي معاها يستخبوا في الغابه، لكنها بتسال كوتشي اذا كان عنده اي خطه يقدر ينقذ بيها البنات دول. فبيقرر ان هو هيهجم على المغول ويساعدهم، لكن البنت الصغيره بتقول له ما يعملش حاجه لانهم هيكونوا بخير فعلا. وفجاه بينزلوا البحيره وجنود قبيله توباري بيهجموا على المغول بالسهام. كمان القائد بتاعهم واللي اسمه نجامين بيهجم عليهم بالفرقه اللي معاه، ولما بيتحاصروا المغول بيرموا نفسهم في الميه، لكن بيكون تحت مستنيهم البنات اللي بيقتلوهم كلهم. وبعد كده بيقف نجامين على الشاطئ وبيتكلم مع كوتشي والاميره، واللي بتقول له ان في رساله من الامبراطور شخصيا، ولما بيقراها بيقول ان اكيد مش هيرفض اي طلب للامبراطور، وبيقبل بيهم انهم يكونوا معاهم. وبنلاقي البنت الصغيره واللي اسمها سنه بتطمن على البنات الغواصات اذا كانوا بخير ولا لا. وكمان الطبيب اللي مع جنود كوتشي بيعالج المصابين بالسهام بتاعه المغول، لكن السهام بتكون مسمومه، حتى ان كوتشي بيكون مستغرب ان في حد بيستخدم سهام مسمومه في الوقت ده. وبعد كده بيقول نجامين ان هو هياخدهم معاه للقلعه بتاعتهم واللي اسمها كانتوماري. فبيفضلوا ماشيين لمسافه كبيره في الغابه، لدرجه ان القزم بيقول انه تعب من كتر المشي. واخيرا بيوصلوا القلعه واللي بتكون الاسوار بتاعتها عاليه جدا وقويه. فبيقول نجامين ان اللي بناها اجدادهم الكبار وهم محافظين عليها بقالهم اكتر من 600 سنه لحد دلوقتي. وبيدخلوا القلعه، لكن الولد المستكشف اموشي بيطلع على السور فوق، وكمان بتكون قدامه سانا واللي بتقول له انه طفل. فبيقول لها يعملوا سباق على الاسوار، وفعلا بيبدا السباق بينهم. وكوتشي واللي معاه بيدخلوا القلعه وبيكون قدامهم ناس من العشيره بتاعتهم، حتى ان ساشي بيقابل واحد من اللي كانوا منفيين معاهم واسمه اوبامسي، وبيقول له انه فرحان جدا عشان شافه وعايز يتكلم معاه في الحاجات اللي حصلت معاهم لغايه لما جم هنا. لكن لما اوبامسي بيشوف الاميره بيتضايق جدا وبيقول لها انت السبب في كل اللي حصل ده، لكنها مش بتديله اي اهتمام وبتقول له انت اصلا جبان هربت من قبل ما الحرب تبدا. وبيكملوا طريقهم وساشي بيقول له انه هيبقى يقعد معاه في وقت تاني يتكلموا. وبنشوف اموشي في الوقت ده بيجري على الاسوار مع سانا وبيتسابقوا، لكن طبعا محدش فيهم بيكسب في الاخر وبيتعبوا من الجري. لكن بنلاحظ ان سانا بتضحك كتير جدا، وكوتشي ماشي مع البقيه في القلعه ومتفاجئين من انهم بيصنعوا سيوف واسهم وحاجات كتير تساعدهم في المعيشه. واموشي بعدها بيوصل اخيرا لكوتشي وبيقول له ان السور ده طويل جدا وكمان ارتفاعه عالي، حتى ان ليه 4 مداخل. فبيقول كوتشي ان ده معناه ان عدد المدافعين قليلين جدا عند الابواب دي. ونجامين بيكون مخلي البنات تحضر اكل كويس للمسافرين، وفعلا بيبداوا ياكلوا، حتى ان المسافرين بيشكروهم على الاكل ده. وكمان بيبداوا يشكروا في القلعه وانها تقدر تهزم المغول عشان الاسوار بتاعتها عاليه جدا والتضاريس مساعده ليهم في الهجوم. لكن كوتشي بيكون ليه راي تاني وبيقول ان كبر مساحه القلعه ده سلاح مضر ليهم، وانهم اذا فضلوا هنا اكتر من كده هيتهزموا عشان عدد المدافعين قليل عند البوابات، واذا المغول نجحوا في دخول القلعه فمحدش هيقدر يخرجهم. والبنات بيتضايقوا جدا من الكلام ده وبيبداوا انهم يطلعوا الخناجر بتاعتهم على كوتشي عشان يقتلوه فورا. وبنروح بالمشهد بعد كده عند ساشي واللي اجتمع مع اوبامسي، وبيبدا اوبامسي يطلع ميداليه فضيه من معاه وبيقول لساشي ان هي دي النجاه بتاعتهم من هنا. وساشي مش بيكون فاهم يعني ازاي دي هي اللي هتطلعهم من الوضع اللي هم فيه، لانه شايفها مجرد شاره فضيه عليها كلام مغولي. فبيبدا اوبامسي يساله اذا هو مستفيد حاجه من الحرب اللي بيحاربها دي لانها بتستنزفه على الفاضي. فبنلاحظ ان ساشي مستغرب من كلام اوبامسي، لكن بيساله هو عايز يقول ايه بالظبط. فبنتنقل بالمشهد بعد كده لكوتشي واللي لسه بيتكلم عن انهم لازم يمشوا ويسيبوا القلعه لانهم لو فضلوا هنا هيموتوا. لكن نجامين بيقول له انه مستحيل يسيب القلعه اللي بقاله 600 سنه بيحارب عشان يحميها، وان دي هي الحصن بتاعهم. والعجوز بيقولوا انهم لو ما ماتوش في القلعه وهربوا منها هيموتوا بره من البرد والجوع. فبيتضايق كوتشي وبيمشي، فبتحاول البنت انها تلحقه عشان تقتله، لكن نجامين بيقول لها تسيبه. وبنشوف بعد كده كوتشي قاعد بيدور في الزرع على اعشاب طبيه، وفجاه بيظهر قدامه جنود من القلعه واللي بيكونوا متضايقين عشان هو بيقول لنجامين يسيبوا القلعه. فبتبدا بينهم حرب، واذا هو كسبهم في الحرب دي لازم يقلعوا الخوذه بتاعتهم ويعرفوا نفسهم. فبيوافقوا وفعلا بتبدا الحرب بينهم، واللي بيكون معروف بالنسبه لنا ان كوتشي هو اللي هيكسب في النهايه. لكن الخبر بينتشر ان في حرب كبيره بين كوتشي وجنود القلعه، فالمحاربين كلهم بيتجمعوا، لكن كوتشي بيقول لهم ان مفيش حاجه وانها كانت منافسه عاديه، وهم دلوقتي المفروض يقلعوا القناع ويعرفوني نفسهم. وفعلا بداوا انهم يعملوا كده، وكمان طلب من باقي الجنود يعملوا كده لو هيحاربوا مع بعض فعلا. وبعد كده بيوصل القائد نجامين وبيسال كوتشي اذا فعلا هيحارب معاهم، فبيقول له كوتشي ايوه هحارب معاكم عشان يرد المعروف اللي نجامين عملوا فيه، لكن بيقول انهم لازم يعززوا قوه الجدار ويزيدوا كمان عدد الحراس. وفعلا بيتفقوا على كده. وبنتنقل بعد كده المشهد اوبامسي مع ساشي واللي بيحاول يقنعه في الحرب مع المغول عشان ياخدوا اراضي واملاك بدل ما هم بيحاربوا مع كوتشي ومش بيستفيدوا حاجه
حاجه غير الموت، لكن ساشي كان رافض العرض بتاعه لان هو مش حابب انه يكون خاين. وساشي بيقول له انا مش هعمل لك حاجه وهسيبك تمشي سليم. وبيبدا ساشي يتحرك في طريقه عشان يمشي، لكن فجاه بيحس بالغدر من ناحيه اوبامسي وبيقطع له دراعه فورا. فبتخرج بنت من الغابه وبتقول لساشي انت ليه قتلته؟ فبيقول لها انه كان بيتعاون مع المغول والشاره بتاعتهم جنبه على الارض. فالبنت بتفرح باللي هو عمله جدا، كمان بتقول انها رايحه تعرف كل الموجودين في القلعه وهتقول على اللي عمله. لكن فجاه بنتفاجئ انه قتلها فورا وكمان اخذ الشاره. وبيقول لاوبامسي ان هو لو هيتعاون مع المغول مش هيكون مع واحد زيه لانه فاشل. وبعد كده بيمشي وبيسيب السلاح في ايد البنت اللي قتلها على اساس تكون هي اللي قتلت اوبامسي. وبنروح بعد كده لدوله شاميرون واللي فيها القائد شون بيحضر الجنود بتوعه عشان يطلعوا في الغاره ويلحقوا ينقذوا كوتشي. وفي نفس اللحظه الاميره هوتاري بتروح عند كوتشي وبتساله اذا كانت المساعده هتجيلهم فعلا من شوني ولا لا. فهو بيقول لها وبكل ثقه ان اكيد التعزيزات هتوصل قريب، وده بيطمنها جدا في الفتره الحاليه. وبنشوف القائد نجامين مع الجنود بتوعه وبيكون قدامهم اوبامسي واوماني مقتولين، وبنلاحظ ان سانا زعلانه جدا. وفي نفس الوقت بنشوف استغراب على وش نجامين من ان البنت دي تقدر تقتل راجل قوي اصلا زي ده. كمان اموشي بيروح يقول لكوتشي عن الوضع اللي حصل وان اوبامسي مات من البنت اللي في جنود توباري، لكن برضه نظرات كوتشي بتقول ان هو مش مصدق الوضع لان اوبامسي قوي جدا وصعب بنت زي دي تقتله بالسهوله دي. والصياد جيري بيقول لكوتشي ان في واجب منهم تجاه اوبامسي انهم يدفنوه لانه كان صديق لهم قبل كده. ولما كوتشي بيسال عن ساشي بيقولوا له ان هو مش موجود من بعد العصر كده. في الوقت ده بنشوف ساشي راح عند جنود المغول وبيكون رافع الشرف في ايده عشان يصدقوا ان هو معاهم ويدخلوه للحاكم. وبيقول للحاكم على مكان كوتشي والبقيه، وبيقول كمان على القلعه وكل حاجه. وفي نفس الوقت ده مساعد القائد بيقول ان الشاره دي مش مزيفه، لكن الراجل ده مش نفس الراجل اللي اخذ منهم الشاره. فبيبدا الحاكم يستفز ساشي وبياخد منه معلومات عن القلعه، وفجاه بتظهر على ساشي علامات الندم. ومن هنا بيتاكد الحاكم ان ساشي خاين فعلا وبيقول لهم معلومات صحيحه. وبنتنقل بالمشهد بعد كده لكوتشي وبيكون قاعد مع نجامين مع الجنود بتوعهم بيشعلوا النار بالحجاره، وبيدور بينهم كلام لما نجامين بيلاحظ ان في حد مش موجود من المنفيين. فبيقولوا تقصد ساشي؟ فبنلاحظ ان هو سكت شويه كده، وكوتشي بيساله اذا في حاجه بتدور في ذهنه. فبيقول نجامين انه شاكك في ساشي يكون له علاقه بجريمه القتل اللي حصلت النهارده. لكن فجاه بيظهر ساشي من الغابه، ولما كوتشي بيساله اتاخر ليه فبيقول له انه كان بيصطاد حاجه عشان ياكلوها. وبتكمل قعدتهم لما بتبدا الاميره تغني هي وكاني والمساعده بتاعتها، وطبعا صوتهم بيكون جميل جدا وبيفضلوا يغنوا لغايه لما النهار بيطلع. وفجاه جنود القلعه بيلاحظوا ان في دخان جاي من بعيد وبيكون للمغول، وبيكونوا متوجهين ناحيتهم بسرعه كبيره جدا. والخبر ده طبعا بيوصل لنجامين وكوتشي وهم دلوقتي محتاجين يلاقوا طريقه عشان ينقذوا الوضع. وبيكون كل الموجودين في القلعه في حاله من القلق عشان المغول على الابواب خلاص، وبيفكروا ايه الحاجه اللي المفروض يعملوها عشان ينجوا من الهجوم اللي هيحصل عليهم. لكن كوتشي بيكون قاعد على الارض، وبنتفاجئ لما بيقوم ان هو رسم مخطط لشكل القلعه اللي هم فيها عشان يكون الشرح على ارض الواقع. وطبعا الكل بيتفاجئ من مهارته الكبيره، وبيبدا نجامين يتكلم عن حدود القلعه واحتمالات هجوم المغول، وان هو هيستناهم عند البوابه الجنوبيه، لكن كده مش هيكون في عدد كويس عند البوابه الغربيه. فبيتكلم ساشي وبيقول ان هو هيتولى القياده عند البوابه الغربيه ومش هيخليهم يدخلوا نهائي. اما كوتشي بيقول ان هو هيطلع بره القلعه خالص عشان يعمل لهم فخ ويقدر يخوفهم. وفعلا بيكون المغول على وشك الوصول، لكن بينضرب عليهم سهم في الغابه مش عارفين منين. ولما بيكتشفوا ان هو من فوق بيتضرب عليهم من تحت كمان عن طريق كوتشي، وبيقدر كوتشي يوقع منهم عدد كويس لكنهم بيكونوا قليلين، فبيضطروا انهم يهربوا بسرعه ناحيه البوابه الجنوبيه. وبيبدا نجامين في الهجوم بتاعه، وفعلا بيقدروا يوصلوا عند البوابه وبيكونوا تعبانين جدا من كتر الجري. ونجامين بيقول لكوتشي ان هو كده دوره انتهى ودوره هو دلوقتي. وفعلا بيبدا يؤمر الجنود في اطلاق السهام على المغول، لكن المغول دفاعاتهم بتكون قويه، بس نجامين كان عامل حسابه على كده ومجهز اسلحه المنجنيق وبيقدر يكسر دفاعهم بالحجاره وبيستمر ضرب السهام. كمان الجنود اللي كانت بتحاول تطلع على الاسوار كانت بتموت بكل سهوله. والقاده المغول بيتكلموا مع بعض اذا انهم يهجموا على مكان تاني ولا يفضلوا في نفس المكان ده، لكن الاوامر بتجيلهم يفضلوا في نفس المكان لان بالفعل في فرقه راحت عند البوابه الغربيه وهتدخل من هناك. وبنشوف ساشي واللي واقف عند البوابه الغربيه بيقول للجنود اللي معاه يروحوا يلحقوا اصحابهم عند البوابه الجنوبيه، لكن في 3 مش بيمشوا عشان يفضلوا معاه. وفجاه بيظهر المغول من وراه وبيقتلوا الجنود، وبنلاحظ على ساشي علامات الندم من الخيانه اللي هو عملها، لكن في نفس الوقت بيكون عارف ان اللي بيخون بيكمل طريق الخيانه للاخر. والمغول بيكونوا ماشيين في طريقهم جوه القلعه، وفي نفس الوقت كوتشي واللي معاه بيحاربوا عند البوابه، لكن الهجوم بتاع المغول بيكون ضعيف جدا عليهم، فهم بيحسوا ان في هجوم تاني من مكان تاني في القلعه. وفجاه وهم لسه بيتكلموا بيلاقوا في نار كبيره جدا اشتعلت جوه القلعه، فبيعرفوا ان سببها المغول. بس المغول اللي بره مش فاهمين اللي بيحصل عشان ما قالوش للجنود بتوعهم يحرقوا القلعه، بس في نفس الوقت بيكونوا فرحانين لان جنودهم نجحوا في انهم يحرقوا القلعه وكانوا لسه بيحضروا نفسهم للهجوم على القلعه. لكن فجاه بيلاقوا الجنود اللي جوه بيطلعوا من فوق السور، لكن كلهم بيكونوا محروقين من النار. وطبعا كل الجنود اللي بره بيخافوا، وكمان بتبدا الاميره هوتاري تضرب عليهم بالسهام، فبيتراجعوا كلهم وبينسحبوا. وبنعرف بعدها ان ده فخ حصل في الجنود المغول واللي قدروا يدخلوا جوه. وكوتشي بيتكلم مع نجامين اللي بيكون عارف ان اللي حصل ده هم اللي عملوه مش المغول، لكن في اللحظه دي كوتشي بيقول ان المغول دلوقتي ممكن يتعصبوا اكتر من الحركه دي ويهاجموا بكل قوتهم
بتاعهم، فاحنا لازم نهجم عليهم دلوقتي وهم واخدين الصدمه قبل ما يستعدوا. وفعلا بنشوف القائد المغولي وهو بيتعصب جدا وبيقول انهم لازم يهجموا على القلعه فورا بكل قوتهم وكمان يهدموها، لكنهم بيتفاجئوا قدامهم بجنود كتيره جدا بيهجموا عليهم من القلعه، وبيكون القائد بتاعهم كوتشي، وفعلا بيقدروا يقتلوا عدد كبير منهم وكمان بينسحبوا، وبيضرب عليهم كوتشي سهم بيكون هيقتل القائد خلاص، لكن الجنود بتحميه في اخر لحظه، والقائد بيظهر عليه علامات الخوف ومش بيكون عارف يعمل ايه، لكن بيقرروا انهم هيسيبوا القلعه لانها اصلا مش هدفهم ولا هي ولا الجزيره، هم بس بيعبروا من هنا مش اكتر عشان يحتلوا مكان تاني، فعشان كده بيقرر القائد ما يهاجمش هو والفريق بتاعه القلعه دي ويسيبوها لفريق مغولي تاني. وبنلاقي الجنود اللي سابوا السور الغربي واقفين قدام نجامين عشان يحاسبهم لانهم السبب في دخول المغول، لكنهم بيقولوا ان ساشي هو اللي قال لهم، فنجامين بيسال كوتشي اذا كان ساشي ممكن يكون خاين فعلا ولا لا، فبيقول كوتشي بكل ثقه انه مستحيل يعمل كده، لكن القرصان توكاري بيقول له يروح يبص عليه، اذا مات وهو بيقاتل يكون مش خاين، واذا لسه عايش فهو كده خاين. وفعلا بيروح كوتشي وبيلاقي ان ساشي قاعد هناك والجنود بتوع القلعه كلهم ماتوا، فبيبدا ساشي انه يتعصب وبيقوم ماسك السيف بتاعه وبيقول لكوتشي ان هو لازم يقتله عشان المغول يرضوا يدخلوه ليهم مره تانية. وكوتشي بيبدا يتكلم مع ساشي وهو مستغرب من الخيانه بتاعته، فبيساله هو ازاي عمل كده وامتى اصلا، وهل الدموع بتاعته لما شاف الحريق في العاصمه كانت كذب ولا لا. فبيبدا ساشي ان هو يضحك على كلام كوتشي وبيقول له انت طلعت عاطفي جدا اكتر ما انا كنت متوقع، وبيبدا ساشي يقول ان الدموع دي كانت حقيقيه لان فعلا الموقف ده كان شبه اللي حصل معاه قبل كده، لكن في الاخر عرف ان مفيش فايده من حرب خسرانه، عشان كده قرر انه يتعاون مع المغول وبيستعدوا هما الاثنين لان في حرب قويه دلوقتي هتحصل بينهم، وفعلا بتبدا معركه بينهم، حتى ان ساشي بيحسب كل تحركات كوتشي عشان يقدر يهزمه، لكن في النهايه كوتشي بيستخدم اسلوب ذكي وده بيخليه يقدر يضرب ساشي في بطنه وينزف دم كتير. وفي واحده من البنات بتوع القلعه بتكون عايزه تاخد حق اختها اللي ساشي قتلها وبتضرب سهم عليه، لكن كوتشي بيقول لها ما تعملش حركه واحده كمان، ونجامين لما بيوصل بيامرها انها تسكت فعلا. وكوتشي بيبدا انه يتكلم مع ساشي بيقول له انه مبسوط عشان من اول ما وصلوا هنا وقتاله معاه كان حقيقه، وان ده ما كانش كذب او خيانه، وتعابير وش ساشي بتتغير، لكنه بيقول لكوتشي يقتله عشان مش هيعرف يعيش بالعار اللي عمله وسط الجنود. وفعلا كوتشي بيقطع راسه بالسيف، وبعد كده الاميره بتاخد راس ساشي عشان تدفنها في القلعه، وبنلاقي نجامين مع شيخ القلعه واقفين قدام النار اللي اشتغلت في القلعه عشان يعرفوا هي امتى هتطفي، وبنشوف بعدها الجنود والمنفيين متجمعين كلهم وعاملين حفل شوا وبيستخدموا اللحم بتاع الحيوانات اللي ساشي اصطادها، وعشان كده جنود القلعه ما رضيوش ياكلوا منه لان ساشي خاين. وبعد كده القزم بيقول لاصحابه ان هو عنده مفاجاه حلوه ليهم، وبنروح بالمشهد بعد كده لكوتشي واللي بيكون نايم نوم عميق جدا في الغابه، والاميره هوتاري بتراقبه كالعاده، فبتلاحظ ان الولد ابن الخاين جاي عشان يقتل كوتشي عشان هو كان قتل ابوه قبل كده، فهي تقدر تلحق الولد قبل ما يعمل اي حاجه، وبتقول له عشان تكون شجاع لازم تقتله في ساحه المعركه، والولد بيبدا يجري بعدها. وبعد شويه كوتشي بيصحى فبيسالها بتعمل ايه هنا، وهي بتقول له انها بتدافع عنه وكمان انه ما ينفعش ينام في اوقات زي دي لان العدو قريب منهم جدا. وفجاه بيسمع كلام غريب لان الجنود بتقول ان في حيوانات كتيره قريبه منهم، وفي اللحظه دي بنشوف الشيخ بيحاول يعرف ايه اللي ممكن يحصل، لكن النار فجاه بتمسك فيه وبتقتله. ولما بنروح بالمشهد للاميره هوتاري وكوتشي بنلاقيهم شايفين حيوانات الغابه كلهم قريبين منهم، فبيتوقع كوتشي والنجامين ان الحيوانات دي هربانه من حاجه كبيره ووصلت عندهم، وبيعرفوا ان في هجوم كبير جدا من المغول ممكن يكون داخل عليهم، وبنلاحظ ان معنويات الجنود مرتفعه جدا وبيقولوا انهم يقدروا يهزموهم. وبنروح بعد كده بالمشهد للقزم اللي بيوريهم المفاجاه واللي بتكون عباره عن قارب يقدر يخليهم يهربوا من الجزيره دي عشان ما يموتوش من المغول، وبيبدا القزم يعرض عليهم انهم يهربوا معاه، لكن بنلاحظ ان كلهم رافضين الموضوع ده لانهم شايفين ان مفيش فايده وانهم ممكن يموتوا في القارب الصغير ده، حتى لما العجوز بيسالهم بيكون ردهم بالرفض. وكمان اموشي بيشوف البنت سنه فبيرفض بسرعه جدا، لكن القرصان توكاري بيرجع في قراره وبيقولوا انه هيروح مع القزم لما حس بالرياح اللي موجوده انها هتساعدهم يهربوا. وبعد كده سنه بتيجي عندهم وبتتكلم مع اموشي بتقول له انت مش عايز تهرب ليه، فبيقول لها ان هو مستحيل يهرب ويسيب المكان هنا، وبيبدا شجار بينهم لانها فاكره ان هو بيكذب عليها. وبنروح بالمشهد بعد كده للشيخ اللي مات، وكل الموجودين بيكونوا شايفين اللي حصل ده نذير شؤم وانهم كده هيخسروا في المعركه اللي جايه، لكن نجامين بيحول الكلام ده لحاجه عكس كده خالص وبيقول لهم ان دي اشاره كويسه وهيقدروا يكسبوا، وبيرفع من معنويات الجنود. وكوتشي بيبدا يتكلم مع نجامين عن الجنود وانهم محتاجين يعملوا استكشاف في الغابه، فبيقول نجامين ان بالفعل في جنود في الغابه وهيبعتوا اشاره لو لقوا اي جنود مغول جايين. ولما بنشوف الجنود في الغابه لسه عايشين بيبعتوا اشاره عشان لقوا المغول، لكن للاسف مش بيلحقوا لانهم بيموتوا فورا. وبنلاقي بعد كده القائد موكاتشو بيقول للجنود بتوعه يظهروا الشعلات بتاعتهم عشان جنود القلعه يعرفوا ان عددهم كبير ويخافوا، وفعلا بتظهر شعله في الغابه وبعد كده بتظهر اعداد كبيره جدا، ولما بيشوفوها الجنود بيعرفوا ان هم دول المغول. كوتشي بيقول لنجامين ان المغول هيوصلوا هنا على الفجر عشان كده هم محتاجين يعملوا اي حاجه يقدروا عليها بسرعه. وبعد كده بتيجي الاميره هوتاري واللي بتقول لنجامين انهم لازم يهربوا بالجنود والاهالي الموجودين معاهم عشان ما حدش يتعرض للموت، ونجامين بيكون مصر جدا على البقاء والدفاع عن القلعه، لكن في النهايه كوتشي والاميره هوتاري بيقدروا يقنعوه لانهم لازم يتحركوا فورا، واخيرا هو بيوافق على اقتراحهم. وفجاه بيجي جندي
بيقول ان في اسطول بحري كبير جدا جاي، وبيكونوا فاكرين انها تعزيزات جايه ليهم، لكن في النهايه بنعرف ان ابو شوني قال له ان مفيش اي تعزيزات هتتحرك من هنا، لان خلاص تعتبر الحرب في الجزيره دي حسمت للمغول، وخلاص المغول هيكسبوا. وبنلاحظ ان شوني متضايق جدا من اللي حصل، وبنشوف كوتشي مع الاميره ونجامين، وبيكونوا متفاجئين جدا ان السفن اللي في البحر دي مش التعزيزات، وانها سفن مغوليه حربيه، فهم دلوقتي بيكونوا محاصرين من كل الجهات. وبتبدا الاوضاع تكون صعبه شويه عند الجنود من المنظر اللي شافوه بسبب عدد جنود المغول الكبير جدا. وكمان بنلاحظ ان كوتشي قاعد زي ما يكون كده فقد الشغف، لكن بنكتشف عكس كده لما بيسالوا الجنود هو ليه بيحارب وبيدافع عن الجزيره ومكان مش بتاعه اصلا، فبيكون رد كوتشي محفز جدا ليهم لما بيقول لهم ان اهم حاجه تكون مؤمن باللي بتعمله، وانا حسيت ان المكان ده حلو جدا ومحتاج حد يدافع عنه. وبدا يفتكر كل الاحداث اللي حصلت معاه من اول لما جه الجزيره هنا، وبعد كده بيقول لهم اننا لازم ندافع عن الجزيره بكل قوتنا، وبيبدا يحفز فيهم. فبنسمع بعد كده اصوات الجنود العاليه من كتر التحفيز، حتى الاميره ونجامين بيكونوا متفاجئين من قوه كوتشي على التحفيز. وفجاه بنشوف ان المغول خلاص وصلوا عندهم، والحرب الكبيره جدا هتبدا فعلا. وفعلا بتبدا الحرب، والهجوم بيبدا من الناحيتين، والهجوم بيكون قوي جدا، وبيبدا رمي السهام من جنود المغول، وبيقدروا يسيبوا عدد كبير جدا من جنود القلعه، لكن برضه الصمود موجود لسه من ناحيه القلعه. وبنلاحظ ان القائد المغولي مصمم ان هو يجتاز القلعه دي وياخدها ضمن الغنائم بتاعته، لكن المساعد بيقول له مفيش وقت عشان المفروض يمشوا من الجزيره دي ويروحوا الوجهه بتاعتهم. لكن القائد كان ليه راي تاني، وقال لهم ان الحرب دي لازم تنتهي بسرعه جدا. وبتيجي اخبار لنجامين بتكون ان السور الشرقي مفيش عليه حراسه كويسه، والمغول ممكن يدخلوا في اي لحظه من هناك. ونجامين بيبعت كوتشي عشان يدافع مع الجنود اللي هناك، وبيكون هناك الاميره معاها كينو وكمان المساعد بتاعها. وبنلاحظ ان الوضع بقى صعب شويه لدرجه ان الاميره كانت هتموت، لكنها بتقدر تقتل الجندي في النهايه، بس للاسف بيجي واحد تاني وخلاص هيقتلها، لكن فجاه بيظهر كوتشي من العدم وبيقدر يضرب الجندي ده وبيبعده. وبنرجع لنجامين وبيكون للاسف البوابه اللي هو عليها خلاص قربت تنهار، فهو بيخلي الاخت تاسو توقع برج المراقبه مع المحاربات اللي معاها عشان يسدوا الطريق في وش المغول، وبتقول لتاسو تاخد اللي معاها ويهربوا وهو هيلهي المغول شويه، لكن تاسو بتقول له انها مش عايزه تسيبه لوحده، ولسه بيتكلموا مع بعض، لكن للاسف تصرف المغول كان اسرع منهم لانهم قدروا يدخلوا ويكسروا البوابه بكل سهوله. وفي الانفجار بتاع البوابه بتموت الاخت تاسو قدام عين نجامين، وده طبعا بيثير غضبه جدا وبيكون متاثر، فبيبدا يحارب بكل قوته وقتل عدد كبير جدا من المغول، لكن في النهايه بيقدروا انهم يقتلوه، لكن نجامين بيحفز جنوده قبل ما يموت عشان يكملوا المسيره بتاعته. ولما بنرجع لمشهد كوتشي مره تانية بنلاحظ ان في جنود وراهم وكمان في جنود قدامهم، فهم بيكونوا متحاصرين. واموشي بيقول لكوتشي ان البوابه الجنوبيه اللي عندها نجامين اتفجرت عشان كده الجنود دخلت من هناك، كمان بيقول له ان كل اللي هناك ماتوا. وطبعا كوتشي والاميره هوتاري بيزعلوا جدا عشان نجامين والناس اللي كانت معاهم، لكنهم في نفس الوقت عارفين ان مفيش فرصه قدامهم عشان يكسبوا. اما بالنسبه لاموشي فهو هيقابل سانا وياخد معاه شويه من الاهالي عشان يهرب بيهم. وبنشوف الصياد جيري وهو بيدافع عن كوتشي والاميره وبيقول لهم يهربوا هم، وهو هيلهي المغول شويه وبعد كده هيهرب معاهم. وبنرجع بالمشهد لاموشي اللي بيكون قابل سانا وقال لها انهم لازم يهربوا بالناس اللي معاهم دول، وفي الوقت ده سانا بتقول له انها عارفه طريق ممكن يساعدهم في الهروب، لكن ممكن يكون في جنود مغول، فبيقول لها ما تقلقش لان هو معاه متفجرات ممكن يقدروا يهزموهم بيها. وبيمشوا بعد كده في طريقهم، وكمان كوتشي واللي معاه بيمشوا في طريقهم عشان يهربوا من القلعه دي، لكن المغول بيكون عددهم كبير وبيلاحقوهم. وكوتشي بيقرر ان هو هيهاجم، وكينو بتاخد الاميره بالعافيه عشان تهرب بيها بسرعه. وبيبدا كوتشي في الحرب ضد المغول، وفجاه بيظهر القرصان توكاري واللي بيساعده في الحرب دي، وبعد كده بيقول له يمشي هو عشان يلحق الاميره وهو هيكمل حربه هنا ضد المغول. وفجاه بيوصل نائب المشير ريو واللي بيقول للقرصان توكاري انهم محتاجين يكملوا المعركه بتاعتهم واللي كانت على الشاطئ، وبتبدا بينهم المعركه مره تانية. وفي الوقت ده بيكون جيري قابل زميلهم الطبيب وبيعالج الجرحى، ولما بيحصل عليهم هجوم من المغول بيموت الطبيب، فبيزعل جيري جدا وبيقتل كل المغول، لكن فجاه بتيجي اعداد كبيره جدا وبعدها جيري بيموت. وبنشوف الاميره مع الجنود بتوعها وبيكونوا عاملين حاجز، لكن المغول بيقدروا يتخطوه بسهوله والكل بيموت قدام عين الاميره. وفجاه بتسمع صوت كوتشي واللي بيمهد لهم الطريق عشان يهربوا، وفعلا بيبداوا يجروا، لكن المغول بيصوبوا متفجرات على كوتشي فبيقع في المحيط، والاميره بتكون زعلانه جدا. وكوتشي بيبدا ينزل في اعماق المحيط، وكمان بنلاحظ ان في قرش ازرق كبير جنبه لكن مش بيعمل له حاجه. وبنرجع للاميره هوتاري مره تانية واللي بتكون شافت الانفجار وفجاه ما لقتش كوتشي، فهي بتكون فاكره انه مات. كمان كل الجنود بتوعها بيتقتلوا من المغول، ومعنويات الاميره بتتحط وبتستسلم للموت، لكن المساعد بتاعها بيحاول معاها عشان يهربها من المكان ده، فهي بتقول انها عايزه تموت عشان كوتشي مات، لكن المساعد بيفهمها ان كوتشي وقع في المحيط وممكن يكون لسه عايش. وبعد كده بتيجي كينو بتقول لهم ان في مكان يقدروا يهربوا منه. وبنشوف بعد كده اموشي في الغابه مع سانا بيحاولوا يهربوا من الجزيره دي، لكن فجاه بيلاقوا قدامهم جنود من المغول، فبنلاحظ الشجاعه على اموشي لما بيقولوا ان هو هينط وسطهم ويفجرهم. وبعد كده هيقابل سانا واللي معاها في الناحيه الثانيه من المحيط، وبتكون سانا خايفه عليه، لكن هو بيكون مصمم على اللي هيعمله وبيبدا يجري بسرعه ويحط متفجرات في النار، وكمان بيقدر يضرب 2 من الجنود، لكن في النهايه واحد بيرمي عليه الرمح فبيطعنه، وبعد كده بيقع في المحيط حتى ان سانا بتنزل وراه عشان تلحقه. وبنرجع للاميره مره تانية واللي بتحاول انها تهرب، لكن المغول
المغول بيظهروا قدامهم فجأة وبيبدأوا يقتلوا فيهم، وكمان مساعد الأميرة بيموت وبيوصي كانوا تحمي الأميرة، وكانوا بتهرب بالأميرة بسرعة لكنهم بيقعوا من على منحدر، وبتبدأ كانوا تخنق الأميرة لحد لما عينيها بتغمض، وبعد كده بتهرب كانوا عشان المغول يروحوا وراها، وفعلا بيقدروا يمسكوها. وبنشوف كوتشي وهو في المحيط لما بيرجع بذكرياته للمدينة اللي كان عايش فيها مع زوجته وبنته، وبيفتكر ذكريات بنته لما هجم عليها اللصوص، وهو كان بيعاملها بقسوة عشان تطلع قوية، وكان بيقول لها تدافع عن حاجتها دايما. فالكلام ده بيرجع له وعيه مرة تانية، وبيبدأ انه يحاول في الخروج من المحيط لكن مش بيقدر لان نفسه خلاص بيخلص، فبيغمى عليه من التعب. ولما بيفتح كوتشي عينيه بيلاقي نفسه على الشاطئ وبيكون لسه عايش، فبيقول ان هو لسه فيه طاقة عشان يحارب، وبيبدأ انه يرجع الغابة من تاني. لكن المناظر اللي شافها خلته زعلان جدا، فبيقعد مكانه وبيظهر الولد اللي كان عايز يقتله عشان هو قتل ابوه لكن بيستخدم السيف غلط. فكوتشي بيقول له تعالى اوريك ازاي تستخدم السيف صح. وبيكون في مجموعة من المغول بيلموا الغنائم عشان يمشوا، فبيتفاجئوا بوجود كوتشي اللي بيقتل عدد كبير منهم، والباقي بيخافوا فبيحاولوا يهربوا. لكن بيظهر قدامهم القائد ريو واللي بيقتل واحد فيهم عشان ما يكونوش جبناء مرة تانية ويهربوا، وبيتحدى كوتشي مرة تانية بعد ما بيكون قتل القرصان نيتوكاري، وده بيخلي كوتشي متضايق جدا. وبنشوف المعركة القوية جدا بينهم، لكن كوتشي هو اللي بيكون اقوى في النهاية وبيقدر يغلبه. بس طبعا الجنود بيقفوا قدام كوتشي عشان ما يقتلهوش، وبنشوف علامات الرعب على وشهم، وبنشوف القوة على وش كوتشي، وده بيخليه يعدي من وسطهم لحد لما بيوصل للقائد ريو، لكن مش بيقتله بس بيعلمه الدرس كويس. وبنشوف بعدها القائد الاعلى للجيوش بيقول لهم انهم لازم يتحركوا عشان يلحقوا يحتلوا جزيرة كوشو لانها هدفهم. فبنتفاجئ بعد كده ان الاميرة هوتاري لسه عايشة، وان كانوا خلتها تفقد الوعي وغطتها بالاشجار عشان محدش يلاقيها. وبتصحى الاميرة وبتبدا تمشي في الغابة، وبتكون زعلانة جدا من الوضع اللي حصل، وفجأة بتلاقي قدامها كوتشي، فبتبدا تعيط وبتقول انها الوحيدة اللي نجت من الحرب دي، بس بتكون في نفس الوقت فرحانة لان كوتشي لسه عايش. كمان بيظهر شوية اطفال كده، فبتفرح اكتر ان لسه في ناس عايشة على الجزيرة، وبنلاحظ ان قوتها بدأت ترجع، وحتى انها بتقول لسه الجزيرة دي ما وقعتش وهيقدروا يحيوها من تاني. وهنا بتنتهي حكاية البطل كوتشي. لو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والاشتراك عشان ده بيشجعنا استمر، وفي النهاية ما تنساش صلي على النبي. اشوفكم في حكاية جديدة، والسلام.